لنعمل مع بعض قطرة وأطياب منقوشة ممكن ناكلها على السحور. هالوصفة أنا منزلتها قبل بالقناة، هأرجع أعملها مرة تانية. بدي 4 كبايات من الطحين المنخول، ضفت عليهم ملعقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية، معلقتين لبن زبدي بحرارة الغرفة، نص ملعقة ملح، معلقتين كبار السكر. هأخلط كل المكونات مع بعض وبرجع بضيف عليهم كمان نص كوب من الزيت النباتي. هلأ بدي سخن تقريبا كباية ونص من الحليب الفاتر وبتضيفهم على العجين. الأفضل إنكم تضيفوا الحليب شوي شوي لتحصلوا على عجينة طرية بهيدا الشكل. ما تقسوا عليها كتير، يعني ما تشوفوها إذا طرية ترجعوا تضيفوا عليها طحين، ما بدنا إياها تكون قاسية لما نخبزها. هخليها تتخمر ساعتين، وإذا بتحبوا تعملوها على الفطور أو بعد الفطور وتعجنوها على السحور، أو كمان ممكن تخلوها بالبراد أو بالفريزر لتاني يوم. خليتها ليلة كاملة بالبراد، وهلأ بدي كورها وأحطها أو لأفردها بالشوبك أو بإيدنا، بتعملوا الحجم يلي بدكن إياه، هيدا الحجم أو أكبر. وبمقلاية على النار حامية بدنا نحط العجينة. بنحط أول وجه بنرجع بنقلبها على الوجه التاني وبنحط الحشوة. الحشوة اللي عم بستخدمها هون جبنة عكاوي حليتها من قبل بيوم وشوية موزاريلا خلطتهم مع بعض، وبدنا نحط الحشوة وبنرجع بنقلبها مباشرة لتتأمر أو تحمر من الوجهين. فنحن عم نساوي منقوشة بالمقلاية مش بالفرن. بدنا نحمر أول وجه، يعني بدنا نضلنا نقلبها لتتأمر أو تحمر لتستوي العجينة معنا، هتاخد تقريبا دقيقتين ل3 دقايق. شوفوا الجبنة بتسوح بكل سهولة. نقوا نوعية جبنة طيبة لتحصلوا على منقوشة وحشوة طيبة. ممكن نحط حشوة زعتر، جبنة، شوكولا، حتى بيتزا ممكن نسويها بهيدي الطريقة. هون حطيت باقي الكمية عم ساويهم. فإذا أول وجه بنحمره وبنرجع بنقلبه وبنحط عليها الحشوة وبنقلب المنقوشة أو بنسكرها وبنحمرها من الميلتين. ممكن ترققوا العجينة قد ما بدكن أو تسمكوها، بس الأفضل تكون رقيقة، وأكيد حجمها هيكون حسب حجم المقلاية يلي عندكم. وهون عم بعمل الحشوة التانية اللي هي زعتر وزيت، يعني بجيب ملعقتين 3 من الزعتر وبضيف عليهم شوية زيت لأحصل أو يصير عندي المزيج بهيدا القوام. بقلبها من الميلتين وصارت عنا جاهزة. فإذا ها هي المناقيش. لما نسوي المناقيش بهيدي الطريقة الأفضل إنه ناكلها مباشرة لنستمتع فيها بطعمتها وطراوتها. فها هي اليوم وصفتنا، إن شاء الله تكون عجبتكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك وصحتين وألف عافية على قلوبكم.